المواطن في البحر الأحمر أنا لازم أقف مع الأمن والأمن يقف معي. ده ملخص الكلام اللي أنا عايز أقوله كله، لكن أنا استحمل رد المناقشة في الحرب هيبقى فيه كلام أكثر من كده بكتير. فأنا كل اللي بناقشه إن إحنا كمديرية أمن البحر الأحمر إيدينا في إيدينا. مديرية أمن البحر الأحمر المعلومة بتاعتك والتنفيذ بتاعنا. مديرية أمن البحر الأحمر هي رؤيتك في فرض الأمن والسيطرة على ربوع محافظة البحر الأحمر. فلازم كلنا نبقى مع بعض حتة واحدة. وأنا برحب بيكم هنا في المديرية دي بتاعتكم ومسؤوليتكم وكل اللي موجودين هنا خدامين بيكم. وتحرير الأمن وفرض السيطرة الأمنية على محافظة البحر الأحمر. وأنا أرجو إن يتم التواصل ده بصفة مستمرة، سواء عن طريق التليفونات، سواء عن طريق حضرتك تشرفنا في المكاتب، سواء تروح للإسلام الضباط الإسلامي اللي موجودة في القريبة من المكان بتاعك، أو تتعامل مع المأمور أو مساعد المدير اللي موجود فيها، هتبتدي كل التحقيقات فيها. وإحنا بدأنا أول ما بدأت أنا هنا في الغردقة عملنا نظام التجهيزات كانت موجودة، ودي أدت على ضبط العديد من المخالفات، سواء قضايا مخدرات، سواء سواقين بإضعاف المواد المخدرة، سواء عربيات مخالفة، سواء ناس بتهرب السولر. زي لسه امبارح في كمين المطار اللي فيه عربية محملة بالسولر بتهربه ضبطناها، سواء ناس عليها أحكام. وكانت الناس هنا أنا حاسس إن رد فعلها مستريح كويس جدا لما استخدام المخدرات. أنا عايز نعمل الكلام ده كله على كل مدن وأساس البحر الأحمر. جئتم لنا، شرفتمونا، أعزتونا، ونحن لكم ومنكم وبكم. هدفنا من لقائنا بكم اليوم اثنان. الهدف الأول ما هي أهداف جهاز الشرطة؟ الهدف الثاني دعوة للتواصل الدائم والمستمر بين قطبين، قطب الجنوب وقطب الشمال، مع خادمكم رجل الأمن. دعوة للتواصل مع خادمكم رجل الأمن إن أهداف جهاز الشرطة هي حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون. إن أهداف جهاز الشرطة هي إنفاذ القانون والعمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها. إن أهداف جهاز الشرطة هي حماية أرواح وممتلكات المواطنين والرعايا الأجانب والممتلكات العامة والخاصة على أرض مصر. أرض مصر الشعب الواحد، لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. مشاركة المجتمع هي هدفنا لحل المشكلات التي قد نتعرض إليها. نحن منكم وبكم ولكم، ومرحبا بكم في مكانكم. وأؤكد الشرطة في خدمة الشعب، الشرطة في خدمة الشعب، الشرطة في خدمة الشعب.